مرحبا. هاي المرة سفير أمريكي كبير ومبعوث سابق إلى سوريا، وحديث يأتي متى؟ بعد يومين أو 3 أيام على تعيين مسؤول سابق من أيام نظام بشار الأسد رئيسا لمخفر مدينة جبنة. عم يتحدث هذه المرة بشكل واضح وصريح عن العلويين، يتحدث عن الأقليات عموما ولكن يركز على العلويين، ويقول بأنهم يريدون السيطرة على الشرطة المحلية، يعني لا مركزية أمنية، بحيث يكون العلويون يسيطرون على شؤونهم الأمنية بذاتهم دون الخوض بتفاصيل الشؤون الأخرى في الحياة، في السياسة، في المجتمع، في الاقتصاد، في العسكرة وما إلى هنالك. يقول بأن العلويين بإمكانهم أن يديروا الشؤون الأمنية بما يضمن للحكومة عدم قيام العلويين باللجوء إلى الانفصال في وقت لاحق. يقول بأن أوراق الحكومة يعني ما زالت بأيديها كالخدمات وموضوع الكهرباء، يعني تلوح بتهديدات لأي إقليم أو منطقة ممكن أن تتحدث عن انفصال. لكن بما يتعلق بالعلويين يقول بأنهم يريدون الشاكلة الأمريكية أو الألمانية، بحيث تكون إدارة الشؤون الأمنية بأيديهم، ويذهب بعيدا في هذا الجانب ويتحدث عن الأقاليم بشكل عام وعن مخاوف الحكومة من موضوع الانفصال، ليصل في النهاية إلى نتيجة تقول بأنه بالإمكان الوصول إلى حل وسط أن تخفف الحكومة قبضتها الأمنية عن الأقاليم، وأن تشعر كل منطقة بأنها يعني في منجى من الضغوط أو مواضيع الإبادة أو مواضيع العسكرة أو تدخل العسكر في الحياة اليومية للناس في هذا الإقليم أو ذاك، ولكن على أن تكون الأقاليم منضبطة فيما يتعلق بموضوع الانتماء الوطني وعدم الذهاب نحو استقلال، انفصال، ويعني كل شيء ما فوق الفيدرالية. هذا الكلام متقدم باللسان الأمريكي، وجيمس جيفري هذا مسؤول ضخم حقيقة. قبل سقوط النظام بفترة قصيرة كنت على BBC، وكان هو أيضا ضيف في نفس الحلقة عبر سكايب. تحدث بأمور يعني استغربتها كثيرا في تلك الأمسية. لاحقا جرى كل ما قاله حرفيا بما في ذلك سقوط النظام. يعني حتى المذيع BBC أنذاك استغرب ما يقوله جيمس جيفري، وكان معنا الضيف أيضا صالح مسلم من قسد، وكان معنا ضيف أيضا من تركيا. يعني حتى التركي وحتى صالح مسلم والمذيع استغرب ما يقوله جيمس جيفري، وحصل كل ما قاله بما في ذلك وصول هيئة تحرير الشام إلى الحكم في سوريا. يعني جيمس جيفري لا يتحدث تحليلات، لا يتحدث أمنيات، لا يتحدث قراءات، هو يتحدث بما يفوق 90% معلومات. متى يأتي كلامه هذه المرة؟ بعد تعيين مسؤول من نظام بشار الأسد رئيسا لشرطة جبلة الآن منذ 48 ساعة تقريبا. هل هي البداية نحو تطبيق ما هو منجى لسوريا، كل سوريا وإقليم الساحل، من مواضيع التفتت، من مواضيع الاقتتال والاحتراب والمواجهات ومواضيع تسليح مجموعات هنا أو هناك أو هجوم فصائل؟ يعني هل هي البداية؟ أنا أرى ذلك، أرى وأعتقد بأن ذلك هو البداية، لكن نحتاج إلى أكثر من تعيين مسؤول، يعني ما هو أبعد من ذلك بكثير. في اليوم ذاته يعني قرأنا وسمعنا من أبناء طرطوس عن تفكيك بعض الحواجز وفتح بعض الطرق التي كانت مغلقة بالسواتر الترابية، وهي مناطق استراتيجية في الجبل أو مؤدية إلى الجبل. فنأمل خيرا من كل هذا الكلام. نعود إلى ما كنا نقوله على الدوام. الفيدرالية لا تخدم أحد، لا السويداء، لا شمال الشرق، ولا الساحل، ولا المركز في دمشق، لا تخدم أحد بالمطلق. والفيدرالية أصلا لو أقيمت لن تخدم، ما بالك بأنها ستكون الطريق والسبيل إلى التقسيم والتفتت لاحقا. ما هو الحل الوحيد الذي يكفل للجميع؟ الهدوء ورسم الحدود
ليس الحدود الجغرافية بين المناطق، لا، رسم الحدود أي المواقف بين المركز واللامركزيات هو اللامركزية. اللامركزية هي الحل الوحيد الذي ينجي سوريا مما هي فيه. أول من يجب أن يفهم ذلك هو الحكومة في دمشق. إذا كانت تظن بأنها ستسير سوريا بالمنهج الحالي والسابق مع أيام بشار الأسد وبنظام شمولي ومركزي ويقاد من منطقة واحدة ومن العاصمة دمشق في ضوء اللهب المتصاعد من شمال الشرق ومن السويداء ومن اللهب يعني أو النار ما تحت الرماد حتى الآن في الساحل السوري، هي مخطئة. وأصلا ما يقود إلى التقسيم هو سوريا الحالية. سوريا الشمولية هي المقواد إلى التقسيم وبشكل سريع. لماذا؟ لأن الصراعات مستمرة ولا توقف ولا مياه ولا أمطار لإطفائها، كونوا على ثقة بذلك. المنجى الوحيد لسوريا الواحدة هو اللامركزية. ما فوق اللامركزية مخيف مقلق، ما تحت اللامركزية والبقاء على ما نحن عليه يعني التقسيم وعلى وجه السرعة. والله من وراء القصد، والسلام على الشرفاء.